فالحل التوعية، ثم التوعية لأصحاب الحيوانات. إزاي نفهمهم؟ والناس على فكرة في بعض أو الأغلبية مش قساة قلب أبدا، هو مع الضغوط الاقتصادية، مع البليز أو المعتقدات بتاعته، فبيتصرف بعفوية. فلو لقى المجتمع كله بيحاول يصلح الحاجات دي، أكيد في يوم من الأيام هتكون الحيوانات عايشة في ظروف أفضل، بتاكل كويس، بتشرب كويس، مفيش حد بيضربها، مفيش حد بيأذيها، ما بتأذيش هي حد. ده هو الوضع المثالي، وده هو الحلم اللي احنا بنحلمه، ان الحيوانات تتمتع بالامن والامان والراحه وتؤدي عملها لخدمه الانسان. خاصه الفتره دي منظمه الصحه العالميه اطلقت مبادره الصحه للجميع. الصحه للجميع دي بتشمل كلنا على الكوكب، سواء اذا كان الانسان او الحيوان او البيئه. ففي دور مهم جدا للحيوان، لانه الحيوان شريك لينا. لو الحيوان تعب ومرض هينقل امراض للانسان، وممكن يعمل تلوث في البيئه وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للانسان، نفس الكلام بالنسبه للبيئه. فكلنا مع بعض one health for all. ده جزء مهم، وده بيسلط اهميه الضوء على الجمعيات الخيريه والطب البيطري والهيئات المسؤوله، ازاي كلها تتكاتف في منظومه واحده عشان تحافظ على الايكو سيستم اللي احنا عايشين فيه، وتحافظ على الكوكب بتاعنا. كلنا شركاء، كلنا مع بعض. لو هنتأذي كلنا، لو هننجو كلنا هننجو، وهنعيش حياه سليمه وجميله.